وانا الصراحه بعد الكومنتس دي قعدت اعيط في الحمام ومش عارف اعمل ايه، وكل الفلوس والوقت اللي اتصرف ده يعني فكرة بقى ان منك كانت عايزه تخش في الاوضه تصوت والناس اللي بره بتسمع. بعد ما صرفت 150 الف جنيه وقعدت مستني 3 شهور عشان تجي لي الاوضه اللي ورا دي، هل تتخيلوا كده الاوضه دي كانت زي التوقعات اللي انا توقعتها ولا كانت محبطه؟ في الحقيقه اللي اتفرج على السلسله اللي شرحنا فيها الاوضه دي جت ازاي وفكرتها عامله ازاي وطلعناها ازاي وركبناها ازاي وكل الكلام ده، رد عليا في كومنت وقال لي يا علاء طلعت اقل من التوقعات. وهنا كانت الصدمه، طبعا في بتاع 15 20 كومنت بيقولوا لي ان الاوضه طلعت اقل من التوقعات بتاعتهم، وانا الصراحه بعد الكومنتس دي قعدت اعيط في الحمام ومش عارف اعمل ايه، وكل الفلوس والوقت اللي اتصرف ده هل ده فعلا ضعف الارض ولا لا؟ في الحقيقه بقى الموضوع ده مش كده. طبعا انت توقعاتك غير توقعاتي، وانت اللي بنيته وعملت له اكسبكتيشنز وتخيلات في دماغك كده اهو غير التخيلات او الحاجات اللي انا كنت متوقعها، لان انا عارف انا هستخدم الاوضه دي في ايه بالظبط، وهل هي فعلا بتميت التوقعات بتاعتي اللي انا عايزها وبتحقق الفانكشن اللي انا عايزها ولا لا. تعالوا النهارده كده اعمل لكم ريفيو سريعا كده، ويمكن ده اخر فيديو عن الاوضه دي لان احنا هرينا قوي في الاوضه دي، اتكلمنا 3 فيديوهات، ولكن الصراحه الموضوع يستحق، وكانت تجربه حلوه وسحله جميله خلال ال3 4 شهور اللي فاتوا عشان في الاخر احطها في المكان اللي انتوا شايفينه ده وتحقق لي الوظيفه اللي انا محتاجها. الاوضه دي اسمها الميتنج بود، من اسمها كده باين ان هي بتاعت ميتنجز وحجمها صغير عشان تتحط في اي مكان من الاماكن المفتوحه اللي فيها دوشه وناس كتير عشان تحقق لك الوظيفه بتاعت الميتنج. يعني حضرتك تخش جوه ترد على التليفون او تحضر ميتنج، لا انت سامع اللي بره ولا اللي بره سامعينك، حلو قوي. يعني بتقلل الصوت لغايه 50 ديسيبل، وده اللي انا شرحته في الفيديو اللي كنت بتكلم بالتفصيل عن السبيكس بتاعت الاوضه دي. معنى كده ان هي مش اوضه عزل مهندسين صوت في استوديوهات صوت. ويمكن الفيديو اللي فات اللي انا قعدت اجرب فيه الصوت كده، الموضوع الصراحه بالنسبه لي كان مبهر، بس الناس عشان كنت انا ماسك مايك فالناس فاكره ان الصوت فعلا بيطلع من بره لجوه. خلينا النهارده كده اشرح لكم سريعا هذه الاوضه ونعمل ريفيو عنها. تعالي يا مريم كده. اول حاجه واهم حاجه ان انا لما اجيب شكل غريب بالشكل ده او اوضه غريبه كده احطها وسط الديكور ما تبوظش الدنيا. يعني لازم يكون شكلها انسيابي وشكلها حلو وابيض واسود وشفافه، بحيث ان اللي يخش المكان ما يحسش ان في بلوك موجود في الورك ستيشن. على فكره كبرى الشركات في العالم بتستخدم البود دي، سواء كانت لشخص واحد او شخصين او 4 أو 6 كمان. يعني ممكن تلاقي مصنع كامل والناس قاعدين جوه بود بيعملوا ميتنج بهدوء. موضوع بسيط جدا. تاني احنا بنقلل الصوت لغايه 50 ديسبل. فالشكل كان مهم، فكره الازاز مهم جدا، وعلى فكره كان في اوبشنز تانية ان انا ممكن اخليها مقفوله خالص ما يبانش اللي جوه اللي بره ولا اللي بره اللي جوه، ولكن زي ما قلت لكم في الاول ما كنتش محتاج ان حاجه تكون شكلها قد او حاجه شكلها غريب، خصوصا المكان عندي مش واسع ومحتاج فعلا ان انا احقق الفانكشن ان حد يخش يتكلم في التليفون او يرد على تليفون جوه او ياخد ميتنج من غير ما اللي بره يسمعه ولا هو يسمع اللي بره. وهنا مش معناه انه يعزلك 100%، ولكن انت سامع همهمه كده، سامع واحد بيعمل يعني تمام. انتوا مش متخيلين الموضوع كان يعني لو في 4 كانوا قاعدين هنا وحد قرر يرد على التليفون في هذا المكان احنا سامعين كل حاجه. لو حد قرر ياخد ميتنج على هذا المكتب احنا سامعين كل حاجه. فده كان اول حاجه فكره الشكل. تاني حاجه الصراحه من الحاجات الجميله جدا هي فكره الاحترافيه في التنفيذ، لان في ناس كتير قوي قعدت تقول لي طب ما نعملها احنا، طب ما نجيب ناس بتاعت الوميتال وتعملها. هو الموضوع مش سهل كده، ده تصنيع والحاجه جايه بالملي وكل حاجه جوه ليها فانكشن معينه. عزل الصوت عامل ازاي، ومنع الصدى عامل ازاي، التهويه عامله ازاي، الازاز من بره لجوه عامل ازاي. فكل حاجه الصراحه كانت عامله زي بتاعت ايكيا كده، ان كل حاجه بلاج اند بلاي. يعني انا بركب الحاجه واربط المسمار الاقي الحاجه التانية لايقه مع الحاجه دي بالظبط عشان نقدر نطلع بهذا الشكل. انا ركبتها تقريبا في 3 4 ساعات. تالت حاجه بقى، ومن الحاجات المهمه، ان انت ما تحسش، انت طبعا هتبقي سامعاني، ان انت ما تحسش ان انت مخنوق. اولا هنا في عزل صوت، تعالي قربي قربي. في هنا مش عزل صوت، في مضاد للصدى، ده حاجه بتضاد للصدى. كل المكان مبطن، وانت بتبقى قاعد هنا على التيبل دي، بتجيب كرسي وتحطه هنا اهو وتشغل الهواء بتاعك عشان يجيب هواء من بره لجوه. عايز بقى تفتح النور تقفل النور توصل، تعالي قربي قربي، توصل هنا اهو اللابتوب بتاعك لو انت الميتنج بتاعك في وقت طويل او بتتكلم في التليفون وعايز تشحنه، فعندك تايب سي ويو اس بي والشاحن ال 220. طبعا صوت المروحه ممكن تقلله او تزوده. كل حاجه بتحصل هنا اهو اللي بره مش سامعينها، اللي بره مش سامعينها. وهعمل لكم تيست دلوقتي وهتبقوا عارفين ان اللي بره مش سامعينها. ازاي بقى؟ ان انا اعمل هنا اهو، اقفل المايك ده
ما كنتش سامعة. فطول ما انا حاطط ده على بقي وحضرتك مش عارف انا بقول ايه، وده العادي اللي بيحصل بره، ان محدش مركز مع بقك انت بتقول ايه، لان ده مش الفانكشن بتاعنا. مش ضد التجسس يا جماعه، احنا في ناس حاضره ميتنج وانا مش محتاج ان اللي بره يسمعني او انا اسمع اللي بره. انا عايز اوريكم العكس. يعني خش يا مريم جوه كده. ماشي، هنخش جوه اهو كده اهو. انتوا كده شايفيني وسامعيني صح؟ لو انا قفلت ده كده المايك لقط. انا كنت بقول لك ان حضرتك جوه مش سامع الدوشه اللي موجوده بره، ولا سامع بقى الراجل بتاع البطيخ ولا بتاع البطاطا ولا البابيكيا اللي ماشيه تحت. فهي برضو الفانكشن بتاعتها مش في البيوت على قد ما هي زي ما قلت لكم في المصانع والشركات لما يبقى في دوشه كتير. احنا هنا مفيش دوشه كتير قوي، بس تعالوا الصبح لما يبقى في 5 6 موجودين في المكان هتعرف قيمه هذه الاوضه. ففي الاخر كده هذا البود حقق التوقعات اللي انا عايزها منه والفانكشن اللي انا عايزها منه بالشكل المثالي. بقدر اعمل ميتنجز جوه حتى لو في ناس كتير قوي بره ما بيبقوش سامعين مني اي حاجه. انا كمان لو بكلم حد وحواليا دوشه بره فهو ما بيبقاش سامع اي حاجه. فكره بقى ان منك كانت عايزه تخش في الاوضه تصوت والناس اللي بره ما تسمعش، دي مش حقيقيه. انت لازم تروح استوديو صوت يكون معزول بقى والحيطه بتاعته قد كده عشان تقدر تخش اوضه وتصوت واللي بره ما يسمعكش. جامد ولا مش جامد؟ جامد.